وصفة النهاردة هي أكلة شعبية جدا من قديم الأزل، لكن هنعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا، وكمان أقول لكم إزاي نتصرف ونعملها بدون ماكينة. طبعا المخروطة من الأكلات القديمة جدا اللي كانت تتعمل في الصعيد أو في الفلاحين عموما، لكن أكلة لذيذة جدا وشهية، ممكن تاكليها بكذا طريقة، وكمان من الأكلات المشبعة جدا. طبعا هي أكلة اقتصادية يعني مش مكلفة. معانا هنا شوية من المية، كمان معايا معلقة كبيرة من الملح. بعد ما نتأكد من ذوبان الملح هننزل بالدقيق. طبعا أنا ما عنديش معيار معين، لكن هبتدي أعجن. طبعا العجينة لازم تبقى سميكة جدا، لو احتاجنا دقيق هنضيف، ولو احتاجنا مية كمان هنضيف. طبعا لازم نعجنها كويس جدا علشان تدينا نتيجة مظبوطة. زي ما انتوا شايفين هنا اتعجنت كويس جدا، وكمان بقت سميكة زي ما انا عايزة. اول حاجة انا هبتدي ارش دقيق على الرخامة بعد ما امسحها وانضفها كويس، وهبتدي اجيب قطعة مناسبة من العجين وافردها بالنشابة. طبعا ممكن تفرديها بالنشابة العريضة او النشابة الرفيعة، اي نوع. وهنا بعد ما فردتها كويس بقت عاملة زي الرواق كده بالظبط، يعني تكون مفرودة كويس كده مش عريضة. هبتدي اجيب شوية من الدقيق وافردها على كل طبقات او على الطبقة كلها، منساش اي حتة. طبعا الخطوة دي ضرورية جدا، لازم ارش دقيق كتير. بعد كده هبتدي الفها زي الرول كده بالشكل ده. على فكرة طريقة سهلة جدا ممكن تعمليها في البيت، يعني مش هتتعبي خالص، طريقة فعلا جميلة جدا. وهنا بعد ما فردتها زي ما انتوا شايفين ولفتها حوالين بعضها بالشكل ده، هبتدي اجيب الماكينة المخصصة للمخروطة. طبعا هي ليها 3 أسلحة، الأولاني اللي هو بتاع المخروطة، واللي من ورا اللي هو عريض شوية، واللي من ورا خالص ده لو بتاع الفرد، يعني تحطي العجينة تطلع مفرودة. طبعا أنا هستخدم أول سلاح زي ما انتوا شايفين اللي هو هيطلع لي المخروطة. هبتدي أحط طرف منها وابتدي أشغلها، هتنزل معايا طبعا بالشكل ده، عاملة زي المكرونة النودلز كده، او الشعرية كده، يعني هتطلع معايا زي ما انتوا شايفين. على فكرة طريقة سهلة جدا، الماكينة دي كمان مش غالية، يعني في حدود 300 جنيه. يعني لو احنا حابين نجيبها هتكون كده سهل علينا. زي ما انتوا شايفين هنا بعد ما نزلت، الدقيق هو اللي خلى كل واحدة تبقى لوحدها، عشان كده بقول لكم لازم تكتروا دقيق. هبتدي طبعا اجيب الغربال واغربلها كويس من الدقيق، طبعا انا مش محتاجاه دلوقتي. هبتدي انزل كل الدقيق اللي انا حطيته. طبعا الماكينة بتوفر عليا وقت، يعني زي ما انتوا شايفين هنا اتعملت معايا بسرعة جدا. هنا بعد ما غربلتها كويس جدا هعلمكم ازاي نعملها بدون ماكينة. ناس كتير مش معاها الماكينة دي، فاحنا هناخد الرول اللي احنا قطعناه وبعد ما رشيناه دي، وهنجيب سكينة بالشكل ده، وهبتدي اقطعها قطع صغيرة جدا، ما تكونش عريضة وتكون رفيعة، هتديني نفس النتيجة. زمان ما كانش في ماكينة، طبعا الأكلة دي قديمة جدا بتتعمل من زمان، فما كانش فيه التطور بتاع الماكينة أو أي آلة، فكان بيعملوها بالسكينة على ايديهم. طبعا كانوا بيلموهم، يعني بيلموا بعضهم كده كذا شخص، ويبتدوا يشتغلوا فيها، طبعا بتخلص معاهم بسرعة. طبعا دي طريقة برضو هتفيدكم جدا وهتنفعكم. طبعا طريقة التسوية هي ملهاش غير طريقة تسوية واحدة، وهي على البخار. زي ما انتوا شايفين جبت حلة البخار وابتديت احط فيها شوكتين من تحت علشان ما تلزقش، وهبتدي اضيف المخروطة بتاعتي وافردها عادي جدا، مش هتاخد معايا وقت. طب لو مفيش حلة مخصوصة للبخار ممكن نستخدم حلة عادية ونحط فوق منها مصفى. بعد كده هنبتدي نوزع المخروطة ونسيبها على النار حوالي 10 دقايق بس، وتبقى المخروطة بتاعتنا جاهزة معانا ومستوية. وعادي جدا لو حطينا الطبقات فوق بعضها، يعني الطبقة الأولى لو مستوية وأنا هكون حضرت طبقة تانية مش مستوية وحطيتهم على بعض، عادي جدا هتستوي برضو. هنا خلاص المخروطة جاهزة معايا، هبتدي أخدها وهي سخنة بالشكل ده علشان خاطر أدهنها بالسمنة البلدي.
طبعا هي لازم سمنة بلدي. طب لو مفيش سمنة بلدي واحنا محتاجين نعملها، ممكن نستبدل السمنة بالزبدة. طبعا طب لو مفيش زبدة خالص برضو عايزين نعملها، هي ممكن تتعمل برضو بالسمنة العادية، لكن مش هنكتر الكمية، هنقللها. لكن أفضل حاجة هي السمنة البلدي. هي مش بتتاكل من غير السمنة دي، لأن بتدي طعم وريحة، مع طبعا تسوية على البخار. عايزة أقول لكم رهيبة، ريحتها فعلا تحفة جدا، من الأكلات الشهية المشبعة، وكمان اقتصادية. هي يعني كان زمان بيعملوها طبعا علشان عدد الأفراد بيبقى كتير، فما كانتش طبعا مكلفة، والسمنة البلدي في البيت والدقيق في البيت، فكانت أكلة جميلة جدا مش مكلفة. هنا بعد ما دهنتها كويس هبتدي طبعا بإيدي وأقلب السمنة كده مع المخروطة. لازم إيدي، لازم أستخدم الإيد. طبعا هنا طريقة الأكل أو طريقة تقديمها ممكن تاكليها بأي طريقة انت بتحبيها، بالعسل أو كمان ممكن باللبن كده، نحلي اللبن بمعلقة من السكر، وكمان ممكن بالجبنة القديمة، ممكن بالسكر كده السادة، ممكن تتاكل سادة جدا من غير أي حاجة. أتمنى إن انتوا تجربوا المخروطة بالطريقة السهلة البسيطة دي، وتقولي لي ايه رأيكم، لأن هي من أسهل الطرق ومن الأكلات الشعبية الجميلة جدا. أتمنى إن انتوا تجربوها في البيت.